سلام البنات، صحة فطوركم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جيتكم اليوم بهذه الوصفه. على بالي بلي كنت حطيت لكم هذه الوصفه مع الفلوق اللي فات، ومن هذا المنبر نقول لكم ميرسي بوكو على لي كومونتير تاعكم. مي هكا وبغيت نعاود لكم هذه التحليه، كنت نحطها وحدها باسكو يعني هذه التحليه سهله وبسيطه، ومام يعني باش تستافدوا منها وتلقاوها وحدها هكا كغوسات من تغوشيرشوا عليها تلقاوها. الوغ واش نحتاجوا في هذه التحليه؟ بالنسبه لهذه التحليه هي عباره عن مزيج من الفلو وسالاد دو فروي. اول حاجه فيها تتكون من 3 طبقات. اول طبقه البنات واش نحتاجوا فيها؟ راح نحتاجوا فيها لتر تاع حليب البنات، ونحتاجوا فيها 2 مغارف تاع مايزينا يكونوا مقبنين، و3 مغارف تاع سكر يعني سكر عادي البنات، ونزيدوا عليها باكيت تاع الفلو الكو تاعو لا فاني عفوا البنات يعني. وكما انا كنت هنايا عندي هذا الباكيت تاع نواره يعني 2 قوابس كنت درتهم في لتر تاع حليب، وانتم اذا عندكم هذيك القابسه الكبيره تاع فاني ديروا غير قابسه وحده البنات ماشي 2. هذه هي. الوغ وزدت من بعد يعني مورا هذاك الفلون تاعي كنت زدت مغرفه صغيره تاع لا فاني سوا بودر سوا ليكيد اللي راهي متوفره معكم البنات ضيفوها. الوغ هذه هي. ومن بعد يعني خلطت كامل المكونات مع بعضها، حليت هذيك المايزينا تاعي مع السكر مع هذاك الفلون، وسورتو المايزينا البنات اللي تخلطوها تخي بيان يعني باش ما تلصق لكمش تحت، ومن تشعلوا عليها يعني هكا باش ما تنحرق لكمش من تحت البنات وتعطيكم هذيك المروريه. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا هنايا كنت خلطتها تخي بيان. نقصوا عليها الفوغ البنات ونخلوها يعني قد ما تنقص هذيك عفوا قد ما تعقد هذيك الكريمه تاعي نطفي عليها البنات ونديروها كطبقه الاولى. اول حاجه نبردوها تخي بيان يعني باش لي فيغين تاعنا ما يتكسروناش البنات، نضيفوها كطبقه اولى هنايا البنات ونسووها يعني يعني انتبهوا غير البنات باش ما طاشوش هذاك لي فيغين تاعكم، ويجيكم خدمتكم تكون منظمه وعباره عن طبقات يعني كل طبقه تميز اختها الطبقه. هذه هي كل طبقه تميز اختها ما ديروش عليا البنات. نرجعوا هنايا كما راكم تشوفوا تركتهم بجنب البنات، خليتهم يبردوا ما دخلتهم للفريجيدان لا حتى حاجه، درتهم غير على جهه هكا قد ما تتماسك هذيك الكريمه تاعنا. ومن جهه اخرى هنايا كنت نوجد في هذه سالاد دو فروي. بالنسبه انايا كنت درت هذو لي فروي فراز تفاح وبنان يعني جود من الموجود. نتوما اي ديسير عندكم تقدروا ديروه البنات، تقدروا تكتفوا غير بالفراز غير بحاجه واحده ماشي شرط تكون 3 ولا 4 حاجات. انا اللي كانت موجوده عندي كنت درتها هنايا كوم سالاد دو فروي. كما راكم تشوفوا قطعتهم يعني بتي دي. وزدت عليها 2 مغارف تاع سكر، ورشيت عليها مغرف صغيره تاع لافاني يعني باش تطرق باش هذاك السكر يطلق السيرو تاعو في الفاكهه تاعنا. ومن بعد كنت عصرت عليهم حبات تاع ليم كما راكم تشوفوا هنايا يعني باش تطلق لي هذاك الجو تاعي البنات، ونخلوها هكا واحد يعني نغطوها بابي سيليفان ندخلوها في الفريجيدير قد ما تطرق هذاك السيرو تاعها، ونعاودوا نضيفوها كطبقه ثانيه. هذه هي البنات. جيت هنايا كما راكم تشوفوا وتكون الكريمه تاعنا تاع الطبقه الاولى تكون بردت تخي بيان البنات هكا باش تقدروا ديروها كطبقه ثانيه وما تدخلكمش هذوك لي فروي داخل الطبقه الاولى يعني هكا باش تميزوا الطبقات. الو كما راكم تشوفوا ومن بعد نروحوا للطبقه الثالثه واش راح نحتاجوا فيها البنات. بالنسبه للطبقه الثالثه سهله مهله وبسيطه ومكونات يعني جد بسيطه. اول حاجه راح نحتاجوا هنايا كما راكم تشوفوا جو البنات، جو لكم الاختيار يعني اي جو راكم باغيين ديروه البنات. كنت درت هنايا قرعه تاع جو كانت عندي هنايا تاع امازون ننصحكم به بزاف هايل، وكنت زدت له 2 مغارف تاع سكر البنات و2 مغارف تاع مايزينا. المايزينا علاش نديروها البنات هنا باش تقللنا الكريمه تاعنا كطبقه قلت لكم ثالثه البنات، وتجيكم جيلاتين البنات يعني راح تتقل لكم وما تطلق لكم واحد البنه بزاف هايله. شوفوا القوام البنات نخلوه على نار هاديه ونخلوها تدي هذاك القوام كما راكم تشوفوا، ومن بعد ضفتها كطبقه ثالثه. شوفوا يا البنات هذا الديسير يعني يجي منعش ويبرد على القلب سورتو من مورا الفطور مع هذيك القهبه تاع الماكله وهذاك التعب ولا غير تاكلي وانت مريحه قادره. كاين اللي ما يسحروش البنات يسحروا غير بهذا الديسير ويجي بزاف هايل. ويعني خلوه يبرد باسكو هو يحتاج الى البرود يعني غير لو فات فيه يبرد مليح غادي يجيكم بزاف بنات. الوغ هذه هي الريزولطه ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتبارطاجوها معايا في الفيسبوك ولا في الانستغرام والتيك توك ولا تيك توك. ودوك ما عليا غير نقولكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وصحه سحوركم حبيباتي ومع السلامه.